السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده مهلبية قمر الدين. انا جبت لتر ميه مغليه زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو. نزلت عليه بنص نص كوبايه من جوز الهند ونص كوبايه من الزبيب. بيدوا طعمه حلو في المهلبية جدا يا جماعه، جربوا الطريقه دي. وبعد كده قطعت قمر الدين، كنت مقطعها شرايح كده، يعني مش القطعة كاملة، كنت مقطعة شرايح عشان يسيح معايا بسرعة، يدوب في المية. هو بيمسك جامد في الايد، يعني انا بقطعه بيمسك جامد في الايد، فبحاول كنت افلته عشان احطه في المية. هو مش هياخد معايا وقت خد، يعني في حدود 10 دقايق كان استوى، كان اللي هو داب كل قمر الدين فيه في المية. ما لازم تكون مغلية عشان يدوب معاكي بسهولة. اهو بعد ما داب كده هحط فانيليا. لو حابين تحطوا مية ورد، ومش حابين يعني حابين تحطوا مية ورد حطوا، مش حابين حطوا فانيليا. الفانيليا بتخلي طعم ونكهتها حلوة خالص. هنديها كده تقلبتين، اتأكد ان هي يعني خلاص قربت تسيح من بعض في المية. هي بعد ما دابت كلها في المية، شايفين بقى لون شكله حلو خالص. هنبتدي بقى نجيب عشان نتقل المهلبية دي. هجيب كوباية لبن وعليه تلات أربع معالق من النشا. هبتدي اقلبهم كده كويس بحيث ان ما يحصلش تكتلات في النشا، في اللبن مع النشا يعني. جربوا اللبن، بيكون بيخلي المهلبية كده ناعمة وجوسي خالص يعني. لو مش حابين حطوا زي ما انتم، يعني حطوا مية عادي، بس هي المهلبية بتخليها اللبن بيخليها كريمي كده خالص. هي بعد ما خلاص اتأكدت ان هي كلها دابت، بصي ايد بتنزل بالنشا واللبن، وايد بتقلب. انا اول ما نزلت على طول ابتدت تتخن، يعني تتقل كده انا وبقلبها. وكل اللي محطوط ده الزبيب وجوز الهند اللي هو بيكون في المضرب. بص اول ما تطلع فقاقيع كده كده استوى النشا. هسيبها كده 5 دقايق، وبعد كده يعني اقفل عليها. طبعا بتبتدي تصبي على طول في البولات، عشان لو مسكت يعني هتمسك عشان النشا. لو هدي جامد يعني هتمسك عشان النشا. طبعا جيبوا بولات فخار، ازاز اللي انتوا حابينه، وابتدوا بعد كده صبوا فيها. انا بصوا كنت بسيبها اللي هو تشكشك كده شويه، بحيث ان هي اتاكد ان هي خالص ان النشا استوى، ما يكونش فيه طعم نشا خالص في المهلبيه. زي ما انتم ملاحظين معايا، بتأكد كذا يعني سبتها حبة حلوين كده لحد ما اتأكدت ان هي النشا استوى، عشان مبقاش فيه طعم وكده. هجيب بقى زي ما انتم شايفين البولات، وهبتدي اغرف على طول المهلبية. اهي زي ما انتم شايفين، هبتدي احط في البولات كلها بنفس الطريقة. وبعد كده نزين بالطريقة بقى اللي انتوا بتحبوها. عايزين تحطوا هند، يعني زبيب، اي حاجة كمان تكون يعني تكسر اللون بتاع لون المهلبية.
بس انا زعلانة منكم جامد جماعة، مفيش يعني مش بتفرجوا ليه على الفيديوهات ولا بتحطوا اللايك، واللايك يعني هيكون في مشكلة مثلا لو حطيتوه؟ حطوا اللايك بقى وعشان استمر ان شاء الله معاكم في تنزيل الفيديوهات. يا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم وفرحوني. لو عايزين اي مواضيع قولولي وانا ان شاء الله اعملها معاكم. بحاول اعمل لكم كل الوصفات بس انتم مش بتعملوا لايك خالص. هي بعد ما خلصت بقى الكلها هبتدي احط بقى جوز هند من فوق. التزيين اللي انتوا تحبوه، لو عايزين زي ما قلت لكم حابين حاجة تانية غير ده اختياري. لو مش حابين تحطوا اي مكسرات يعني ده برضو ده اختياركم، يعني شوفوا اللي انتوا عايزينه واعملوه اهو. هبتدي بقى اخليها تهدى شوية كده وبعد كده ادخلها التلاجة وبألف هنا وشفا، وان شاء الله تعجبكم. والزبيب جوز الهند كمان جوه كان شكله تحفة، يعني كان طعمه جميل خالص. حطيت بقى ده اختياري برضو. حطيت كان عندي عين جمل اختياري، يعني لو حابين ماشي، لو مش حابين ماشي. يلا اكون في دقيقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.